بودكاست حواديت صحاب. دكتور احمد ماهر، دكتور الابتسامات الصعبه زي ما الناس بتقول. قول لنا بقى سر السلوجان ده. انت اصلا بتخاف من دكاتره السنان؟ جدا والله جدا. طب انت السنانك لما بتوجعك بتروح لمين؟ اشربي دي. بابا قال لي مش هشربش اي حاجه ملونه بره البيت. بكره في البني ادمين عدم التقدير عدم التقدير عدم التقدير. يا جماعه عدم التقدير ده كارثه. صحيت الصبح لقيت نفسك حيوان. حاسس بشتم الناس والله يا جماعه. طيب انا هسالك سؤال صعباني شويه. انت بيجي لك العياده ساعات لعيبه من النادي الاهلي وساعات بيجي لك لعيبه من نادي الزمالك، صح؟ انت بقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده اعتراف من دكتور احمد. هي مش اشاعه، هي حقيقه اصلا. بس انا مش بخاف. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حواديت صحاب، بودكاست حواديت صحاب. والنهارده مشرفني واحد من الناس اللي انا بحبها جدا، ومن الناس اللي دعمتني جدا في موضوع البودكاست ده، وفعلا يعني سخنان طول الوقت. يلا يا ايمن نعمل بودكاست، يلا يا ايمن نعمل بودكاست. انا النهارده معايا الدكتور احمد ماهر، من احسن دكاتره السنان في مصر والله العظيم بدون مبالغه. يعني الراجل ده انا مطلع عينه حرفيا والله، على طول عنده انا وابني صوفي بيقعد يطلع عينه في العياده. والراجل يعني كتر الف خيره، هو الدكتور ايمن طبعا. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ حبيب قلبي، اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله. الدكتور احمد ماهر، دكتور الابتسامات الصعبه زي ما الناس بتقول. قول لنا بقى سر السلوجان ده. بص، هو الحكايه كلها بدات ان الاسم اتنشر من بيشنت لبيشنت مش مصريين. اوكي، كانت حالات صعبه جدا كاسنان، كتجميل اسنان، عضه معكوسه، في اعوجاج كتير في الاسنان، تسوسات، حاجات كلها في كذا دوله في العالم يقول لك الحاجات دي خلاص انسى، ما ينفعش تعالج بالظبط خلاص. اوكي. فهو جه عندنا الحمد لله في مصر، وجه عندنا في الكلينيك، لقى الدنيا الحمد لله في كواليتي، في ريزلت بجد. وبعد كده كمان في فكره اللي هو ايه، انا واثق من الشغل، فانا واثق ان الاسنان دي والابتسامه دي بعد سنين طويله بنفس الكواليتي. فالموضوع الحمد لله انتشر بره مصر، وبدا بدا يوصل لمصر، مش العكس. اوكي، اللي هو بدا من بره مصر. ابتدى من بره الاول بالظبط، مش من هنا. اللي هو لا، حاجات فعليا بره، اللي هو ايه ده يا عم فكك بقى خلاص باظت. لا، هي ما باظتش خالص كمان. فبس الحمد لله. انا مش هسالك بس السؤال الكليشيه اللي هو بتاع الناس ليه بتخاف من دكتور السنان انا اصلا بخاف. انت اصلا بتخاف من دكاتره السنان؟ جدا والله جدا. طب انت السنانك لما بتوجعك بتروح لمين؟ انا بروح العياده واقعد اقرا في العياده. لو ابدا الحلقه، ابدا اليوم، انا ايمن انا اسناني وجعاني قوي والضرس عاوز اخلعه. طب يلا ومش يلا، خليها في النص شويه، خلي اخر يوم. طب يلا خلاص خلصنا الشغل، بقول لك ايه، طب ما تيجي نروح ناكل حاجه وكده بقى نعمل اللي هو بص اللي هو بتهرب. عيان متعب اكتر من اي حد في الدنيا. طب انت بتخاف ليه من دكاتره السنان؟ عشان وانا صغير رحت عند دكتور، فهو بجد جاب لي تروما من السنان، اللي هو عارفه اللي هو الدكتور اللي هو كتفك كان بقى كان دكتور سنان. دكتور سنان كان يعني كبير في السن شويه، واللي هو ايه بص بقى، انا عارف اللي هو الدكاتره بقى اللي هو انا هخلع الضرس واعمل لك في السوسه، اللي هو بيحس ان هو ايه كرهني في الحياه كلها. بس يعني بس انا طبعا يعني عشان كده انا بحاول اللي هو ايه ما بقاش انا مع اي بني ادم بالشكل ده، اللي هو لا انا ما اكرهكش في الحياه. بس انت دكتور تجميل، دي الحمد لله الحاجه الوحيده الحلوه، ان انا مش داخل قوي في يعني الخبط والرزع والحاجات دي. ما بتخلعش مثلا، ما فيش التقويم، ما فيش هو جوه الفينيرز، حاجات اللي التجميل، لو انا حد اسنانك عجباك فهتبقى احلى، اسنانك مش عجباك هتبقى احلى برضه. بس طب سؤال تاني، انت ليه اشمعنى اخترت تتخصص في طب الاسنان؟ والله صدفه. يعني انا الموضوع كله بدا معايا ان انا وانا صغير اصلا كنت كاري فيك الدكتور وانا طفل، اللي هو ايه انت لو بقيت دكتور انا كان في مخي بقى ان بروح عند الدكتور وانا صغير. الدكتور ده مش يعني احترامي طبعا للدكاتره وكل حاجه، اللي هو واحد دمه تقيل، واحد رخم جدا. كنت بروح عند الدكتور وانا طفل كده، اللي هو كان ماما تقول لي ايه لو تعبت هتروح عند الدكتور كذا، بتعاقبك بيه. فده عقاب، اللي هو ده انت بص ده دكتور ده انا بالنسبه لي يا نهار ابيض على تقل الدم ده. هو بجد يعني الله يعني ما اعرفش حاجه عنه دلوقتي، بس اللي هو كان دكتور ايه، عارف الناس تقول لك افيهات بجد رخمه. قلت لو انا دخلت طب يا مش هزر، يعني انا قاعد ساكت خالص، يحاول ابقى دمي لطيف على الناس، بس ان انا هدي افيه ورخم لا. عارف اللي هو بقى افيهات بجد، اللي هو يلا كفايه كده. طيب
انت شايف طب الاسنان بقى في مصر رايح لفين؟ هل السوشيال ميديا دلوقتي، انت عارف طبعا السوشيال ميديا دلوقتي بقت اساسيه لاي تخصص في العالم عموما يعني. شايف ان السوشيال ميديا والماركتينج مهمين جدا لدكاتره الاسنان في مصر دلوقتي؟ بص، هو كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، بس الموضوع للاسف وصل لمرحله ان هو بقى يعني كوميرشال قوي. ازاي؟ الموضوع بقى كوميرشال قوي، اللي هو فكره يعني انت ممكن ما تبقى دكتور مش شاطر وعندك عياده حلوه بديكور حلو. دي جزء بلس كمان فكره ان احنا بقى الموضوع كانه عارف اللي هو في محلات اللي هو الاتنين ونص، اللي هو ايه يا باشا، انا ده بيعمل لك بكده انا اعمل لك بكده. مش اللي هو ستايل بقى اللي هو لا انت دكتور بتقدم خدمه بتقدم كواليتي، لا الموضوع كانه بيع وشروه بس. انا بتكلم يعني ده وجهه نظري بصراحه. وده المشكله اللي العيان بيفكر فيها. اصل انت مش بتشتري عربيه او بتشتري حاجه، انت بتروح عند الدكتور عشان تاخد خدمه معينه، كواليتي معينه. الكواليتي دي في منها اسم الدكتور، الخبره بتاعته، الكواليتي اللي طلعها لك. فكره ان انا عملت حاجه واثق ان قدامي حصل اي كومبليكيشن هروح عند الدكتور ده هيصلحها. دي نقطه مهمه جدا. مش اللي هو انا بعمل حاجه وخلاص، لا هي الحقيقه مش كده. واهم حاجه ان انا ابقى مرتاح، ابقى انا رايح لك مرتاح اصلا والله يعني فاهم. انا هو زياره اصلا تقيله، اصلا هي زياره تقيله، فكمان تقيله بالظبط يعني فاهم. فانت رايح في زياره تقيله بس تكون صح. انا رايح عند حد علشان انا بجد محتاج. يعني انا مثلا في مجال التجميل مثلا بالنسبه لي انا بعمل حاجه تبقى احلى. فاحلى دي يعني انا بالنسبه لي مش اللي هو ايه، مش عارف اجيبها لك ازاي. مش اللي هو احمد باكس ومحمد بنص اكس، الموضوع مش بفلوس كده يعني. لا ده احمد. انا فكره في ان انا محتاج الشكل معين، كواليتي معينه، استمراريه بجد. الاهتمام بعد يعني ايه، احنا عملنا اجراء معين، الاهتمام بالمريض بعد الاجراء ده مهم جدا جدا جدا. لان في ناس معينه اللي هو ايه، انا عملت كده بعد كده خلاص الو انا مش معاك. انا مش كده بقى. احنا عندنا سيستم في الكلينيك الحمد لله، المتابعه هي ثم المتابعه ثم المتابعه. انت لو عامل ايه هتابعك، وسنه واتنين، والحمد لله عشان كده العيان معانا مثلا بقاله 7 سنين ما شاء الله. ليه بقى؟ فكره ان انا بقى فكره الثقه، وان لو حصل مثلا ايه انت تعبان ومثلا اعمل مضمضه بشكل معين واعمل ادويه كده، انت اهملت. طب لما بتلاقي ان حد بيهتم بيك ويقول لك لا اهتم بالموضوع ده، هيفرق معاك جدا طبعا. طب انا بعد كام سنه لما احس ان حد هو جد كيرنج على ان انا يحافظ على شغله، انا بالنسبه لي الشغل ده زي ابني. اوكي، انا بحس ان انا الحاجات اللي بعملها دي كل ابتسامه بعملها اللي هو انا ممكن اقعد ارسمها بايدي الاول، وبعد ما ارسمها اقعد ده انا كل حلقه بجد اللي هو اقعد افكر فيها، واروح البيت اقعد افكر في الموضوع بالليل. ولو حاجه مش عجباني، انا في ناس كتير جم وخلاص هو عجبان اسنان، انا بقول لا ما انا عاوز اغير في حاجات معينه، مش ده ذوقي. انا في تريكات معينه طلبتها من اللاب واللاب ما عملهاش، انا عاوز اغيرها. طب هي عجباني يا دكتور، انا بالنسبه لي ما احطش اسمي على الحاجه دي لا انا لازم اغير كواليتي. هو فرحان بس انا لا، انا مش ده الرضا بتاعي. عندك ضمير في شغلك يعني بس الحوار ده تعبني. ليه؟ بالعكس دي حاجه حلوه، دي مش حاجه وحشه، دي حاجه ما بقتش موجوده اصلا دلوقتي. مش كل الناس بتفهم الضمير صح. في ناس يعني بتفهم الضمير ده اللي هو ايه، يا دكتور بقى انا خلصنا. او انا مثلا انا مثلا ايه، انا بيكاسو بس، انا مثلا انا عبقري. انا كل الفكره ان انا عاوز اطلع حاجه ابقى انا راضي عليها قدام نفسي وقدام ربنا، اللي هو يوم القيامه مثلا انا بتحاسب على حاجه انا حسبت ان انا خدت قرش حرام، صح. لا انا عملت حاجه قدام ربنا انا راضي من جوايا. دي حاجه. والحاجه التانية برضو اللي انا بتكلم فيها ان انا عاوز اكون احمد بعد 10 سنين الكواليتي اللي موجوده انا في احسن من الاول. مش اللي هو احمد دلوقتي واحمد كمان 5 سنين الفرق مش كبير، لا انا عاوز اعلى. وكمان بحاول دايما اسبق في الكواليتي، اللي هو ايه ممكن اللي كمان كام سنه ده اللي هيبقى ممكن ترند في التجميل، لا انا بحاول انا افكر في ايه، طب ايه اللي ممكن نضيفه شويه، ايه اللمسه الطبيعيه للاسنان فتبقى شكلها جميل. الحوار ده فرق جدا جدا طبعا معايا. طبعا. ده ينقلني للسؤال التاني بقى. انت طموحك ايه في الاسنان؟ حابب تبقى واصل لفين؟ بص اقول لك حاجه، انا اهم حاجه ان انا بحاول ان انا ابقى راضي على اللي انا بعمله، وده اهم حاجه. وبحاول لو في اي مشكله او اي ديفكت معين في يعني هي الموضوع كله كسيستم شغل هو دايره كبيره، انا ممكن اكون جزء منها مش كل حاجه، بس احاول قدر الامكان ان انا الدايره دي ماشيه بترس صح، عارف اللي هو الشكل صح للشكل العام كله. هو التابلو ده انا جزء منه، انا حته في الصوره، بس الصوره كلها ممكن احاول قدر الامكان انها تبقى منوره اكتر.
ده اللي انا بحاول اعمله. فدايما بفكر فكره ان انا ايه، انا اكتر حاجه عندي ايه، اشتغل اكتر، اعرف حاجه اكتر، اطلع جوده احسن. افكر كمان كام سنه يتقال ان في حد في مصر بيطلع الكواليتي دي. انا بحلم بده. يعني بحلم دي البلان بتاعتك ولا والله. في البلان بتاعتي حاجه ان انا اكبر من نفسي كده؟ عادي جدا حلم مشروع ان انا ليه ما بقاش مثلا اعمل حاجه تكون زي ما في ناس مشهوره معانا في دول معينه في اوروبا او في حتى في بعض الدول العربيه، يتقال برضو ان في مصر كده نفس الشخص بيطلع كواليتي مختلفه. بحاول قدر الامكان على قد امكانيات اللي انا بشتغل بيها ان انا اوصل الليفل ده. وان شاء الله عندي حلم يعني، يا رب. طب يا ابو حميد، عايزين تحكي لنا شويه كده عن مواقف حصلت عندك تضحك في العياده، او اكتر مواقف انت فاكرها. بص، اكتر موقف يعني كنت زمان لسه في امتياز اول ما اتخرجت، فجت بيشنت معينه. البيشنت دي بنحط لها يعني زي ماوس ووش، ففي تابلت كده بنحطها في ميه زي فوار ويفور وماوس ووش. اوكي. فبنحط لها، فبقى الكوبايه لونها اصفر. لا مش هشرب. تشربي ليه؟ بابا قال لي ما اشربش اي حاجه ملونه بره البيت. فانا قلت بتهزر. ولونه اصفر، انت بتسقيني اصفر؟ لا، حاجه ده حاجه اصفره. الجو القديم ده في ايه؟ ايوه. انت في كلينيك خلصي. هي لا، دي لا، مش تقريبا اول هشرب. مره تروح للدكتور دي سنان. اول مره اتعامل بني ادمين. ده موقف طبعا. ده موقف وفي موقف تاني، بس ده مش هينفع احكيه. مش هينفع. لو اتحكم الحلقه اتشال. انت في صوره كنت موريهاني في العياده عندك وانت قاعد على الارض، انت كنت قايل ان ليها حكايه الصوره دي. يا نهار ابيض. الصوره دي كانت الساعه 6 الصبح، كنت في كلينيك بقالي 48 ساعه ما نمتش ولا دقيقه، وبص مش شايف قدامي خالص، وعيني من كتر ما انا تعبت عيني احمرت. فلبست الماسك على وشي كده، وقاعد اللي هو بص يعني مسقط خالص ومش شايف قدامي. ففي دكتور يعني ربنا يديله الصحه، دكتور سرجاني، بص لي كان اللي هو انت مش شايف قدامك. هو كده دخل من هنا، فاصحابي جم صوروني. فالصوره دي كل ما حد يشوفها من صحابي في وقتها قالوا لي انت ان شاء الله في يوم من الايام ربنا يعوضك على التعب في الوقت ده. فالصوره دي محطوطه قدام عيني كل ما ابقى انا قاعد اللي هو ايه، الدنيا بتعك شويه، اقول يا عم انا اكيد فاكر طبعا. ده انا زمان كانت اسوأ بكتير، الحمد لله يعني. بس من كام سنه الصوره دي؟ 10 سنين. يا انت بقالك كتير قوي دكتور بقى. ايه اسوأ صفه انت شايفها فيك ونفسك تغيرها؟ ان انا عندي مشكله بجد، ما بعرفش، ده مش هزار بجد ولا اللي هو الكلام في الهوا. ان انا من جوايا لو حد زعلان مني، ما بعرفش الحوار ده. لا، انا قاعد من جوايا بقعد افرك في نفسي كده اللي هو ايه، اقعد لو حد زعلان منك وانت مزعله ولا لا يعني انا ما بحبش حد زعلان مني بصراحه، من المقربين مني اهلي بقى وكده. لا ما بعرفش، عارف اللي هو ايه، مش بستحمل ده خالص. اهلي او حتى ناس قريبين مني، صحابي القريبين، لا ما اعرفش انام بالليل. الحوار ده بجد هو ده. او لو في بيشنت معين جه الكلينيك وقال لي مثلا ايه، اي كومنت حتى لو مش حقيقي، مش عن اي حد في الاستاف، فالحوار ده مثلا بقعد افكر فيه بالليل، مش اللي هو الكلام، لا بقعد افكر فيه لازم نعمل احسن من كده. الحوار ده بجد بيعمل لي ازمه نفسيه رهيبه. انا ممكن ما اعرفش انام بالليل، اقعد افكر في حوار والله في حاجات غريبه قوي. الحوار ده بجد يعني مسوح دماغي. طيب ايه اسوأ صفه ما بتحبهاش في البني ادمين عموما؟ اكتر صفه بكرهها في البني ادمين عدم التقدير. عدم التقدير، عدم التقدير. يا جماعه عدم التقدير ده كارثه، كارثه. خيرا تعمل شرا هتلقى. معايا بيحصل معايا دايما كده. بيحصل معانا كلنا عموما، بس معايا بزياده. ما اعرفش حظي بقى، الحمد لله. في ناس فعلا بتشوف ان انت كأن انا واجب عليا، ما بتقدرش تعبك وما انا واجب عليا اعمل لك حلو، وانت اللي واجب عليك ان انت ماليش ذوق. لا، اشمعنى؟ ده حقيقي فعلا. فالحوار ده ممكن ابقى انا كيرين جدا على اللي قدامي وعلى مشاعره وعلى وقته وعلى وذوق معاه جدا، وهو الناحيه الثانيه انا وقت مصلحتي انا موجود، مش وقت مصلحتي انا بره عنك. بس وبقى اللي هو بقت خلاص البجاحه عيني عينك عادي جدا. طبعا احنا عايشين في زمن ما يعلم به الا ربنا. برضه عشان مشكله بقت الناس اتعلمت اللي هو ايه، ده نصاحه، اللي هو انا كده انا ناصح، وان انا كده مثلا في الكيكو وشاطر وكده، انا مش جدع فانا كده جامد. انت فاهم الفكره؟ لا، هو انا مش جدع، انا كده شخصيه مش كويسه طبعا. انا شخص باخد مصلحتي بس وبخلع، انا كده ندل. الناس بس في مشكله في المصطلحات وفي التربيه من وهم صغيرين. بس هي دي الفكره بقى، ان مفهوم التربيه اتغير دلوقتي، وفي حاجات كتير قوي احنا يمكن الجيل بتاعنا
اللي هو جيل الثمانينات، اتأسسنا انا بطريقه مش الثمانينات، انا التسعينات. الثمانينات والتسعينات عموما ده هو تقريبا نفس جيل، يعني هو جيل واحد. اتأسسنا بطريقه وتربينا بطريقه مختلفه تماما عن الحياه اللي احنا شايفينها دلوقتي، او عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي من الجيل الجديد اللي طالع عموما. السوشيال ميديا السوشيال ميديا للاسف هي اللي مأثره بشكل بشع على مش عايز اقول الاشخاص، ولكن على فئات كتير قوي من الناس. بص الجيل الجديد ده ربنا يستر بجد على السنين الجايه، يعني بجد حوار اللي انا ببقى مثلا خارج في اي مكان الاقي الاندر ايج في كل حته ماشيين نفس الستايل، الشعر نفس الستايل، نفس اللبس، نفس كل حاجه، نفس الكلام، نفس التفكير. والفكره كمان ان هو يا ريت بحاجه حلوه. انت فاهم؟ احنا زمان كان اللي يقول كلمه معينه دي كان اللي هو بص ده على جنب، اللي هو مثلا باباك يقول لك ايه ما تتكلمش معاه تاني. دلوقتي بقى اللي هو بقى في كلام كده، وكان هما ايه ده الحلو ده الجامد. هم للاسف خدوا من الغرب الحاجات الوحشه اللي عندهم، وهم الغرب برضو صدروا لنا الحاجه دي، ان دي اجمد حاجه، كلام موحد، كل حاجه موحده، وسابوا الحاجات الحلوه اللي عندهم. يعني هم اصلا انت عارف طبعا بره الناس دي سبقنا بمراحل، فللاسف هم صدروا لك الحاجات الوحشه اللي عندهم على اساس ان هي حاجات حلوه، وان انت كده تبقى حد فري وحد اوبن مايندد هو الاوبن مايندد ده مفهومات اختلفت تماما، فكره مختلفه خالص. الواحد بقى خايف، والله انا خفت. انا فعلا بخاف من اللي انا بشوفه. دي حقيقه. طيب ايه اكتر عاده بتحب تعملها في يومك، او ما ينفعش يعدي يوم غير لما تعملها؟ طبعا اكيد بره عن اكيد الصلاه، يعني ده طبعا اكيد كده مش هنتكلم فيها، بس اللي هو لازم بالليل بعد ما ارجع بقى خالص من الكلينيك خالص ارجع البيت، اضاءه هاديه، واشغل الفيلم واتفرج عليه في هدوء تام وانام. لو ما حصلش كده انا مش عارف انام بجد والله. انا كده بقالي مثلا من وانا في اعدادي لغايه دلوقتي نفس الصفه، نفس اليوم، ما اعرفش هنا مسافر اي حاجه، ده لازم تشغل فيلم تتفرج عليه، لازم وانام بالظبط في نص الفيلم. تحب الافلام قوي؟ الاجنبي ولا العربي؟ اي حاجه. اي حاجه. مين اكتر ممثل بتحبه لا في الافلام العربي؟ عموما في مصر او في الوطن كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز اشمعنى؟ عشان هو يعني انا شايف ان هو ذكي جدا. فكره عادل امام بس على جاي، اللي هو اللي عادل امام الجاي، فكره ان انا قادر اطلع اكشن وكوميدي متنوع، عارف لو فكره تنوع ويختار صح. وعادي الدنيا ورقه مش كويس ممكن اختفي شويه بس ارجع ورقه. هو ده حقيقي فعلا. كريم عبد العزيز مهم جدا، ممكن يقعد 2-3 ما ينزلش حاجه. وفكره ان انا ممكن في ممثلين انا بعمل ورق كويس بس مش جايب ايرادات، لا انا عادل امام انا كاريزما وايرادات وورق كويس، وبختار امتى بظهر وامتى ما اظهرش واظهر مع مين. الحوار ده بيفرق جدا طبعا. بس وبالنسبه للممثلين الاجانب هل في حد معين بتحبه؟ لا مش اللي هو الشخص مرتبط بحد معين بصراحه. عادي انا بالنسبه لي الفيلم حلو تمام. بس دكتور احمد ايه اكتر موقف لو رجع بيك الزمن نفسك تغيره؟ موقفين. موقف مش هقول لسه تواريخ، مش هقول موقف 2018 وموقف 2021. 18 دي ان انا شاركت حد في سنتر وحصل بقى اختلاف بشكل معين بدون ذكر اي طرق للموقف كله. بس كانت صدمه كبيره، واللي هو خلاص انا في وقتها كنت انا خلاص هقرر ان انا هسيب الاسنان واشتغل. انا خلاص كنت بجد بفكر ان انا اتعلم حاجه تانية واسيب الاسنان خالص واشتغل تاني اسنان، والموضوع اتقفل مني تماما. فده كان بالنسبه لي كانت يعني خلاص انا بسيب المجال كله مش هزار. و2021 ده موقف شخصي بس اللي هو ده بالنسبه لي يعني مش حابب تحكيه. لا نفسك تغيره؟ كان نفسك تغيره؟ بصراحه. طب سيبك بقى من جو الاسئله والجد، عشان البودكاست ده المفروض ان هو والكلام ده يعني فاهم شغل الطب وبتاع، فعايزين نهلت شويه نضحك شويه يلا عشان نفايرل ولا حاجه. انت عارف العادي اصلا بتاعي ايه. تيجي نلعب لعبه؟ يا ريت. ماشي. هسالك كده كام سؤال ماشي. وتقول لي ليه. ماشي تمام. لو انت صحيت الصبح لقيت نفسك حيوان حاسس بالكلمه بشتم الناس والله يا جماعه. حاسس شتيمه مؤاخذه بالكلمه يعني. لا مؤاخذه يعني. تحب تبقى انهي حيوان وليه؟ انا اصلا ما بحبش حيوانات
خالص. ده اصلا يعني ده اول كلمه اصلا بدايه القصيده كفر. بس انا بصراحه يعني بتكلم بجد بحب اقول حصانه. حسنه. قوي. بحس ان هو اول فكره اللي هو الخيل العربي الاصيل ده بالنسبه لي ده شكله حلو قوي جدا. وكمان بحس ان هو حاجه كده فيها حاجه عربي، حاجه وحيده فيها حاجه عربي بجد. وانا اصلا فكره العروبه دي بالنسبه لي حقيقيه، لان الموضوع بدا يختفي شويه من عندنا في بالذات في الجيل الجاي، حوار العروبه بقى والاخواتنا وهنا وهنا. انت برضو انت عايز تودينا في حته جد وانا عايز اهلس. نرجع انا عايز اهلس بعد اذنك. طيب لو انت فاكهه بقى، لو انت حابب تبقى فاكهه. بحب اقول مانجا. مانجا قوي. الفونس. اي حاجه، اي مانجا. مانجا ايه؟ اي مانجا. ايه اكتر مانجا بتحبها؟ فص. صغيره قوي الفص، بس تخلص بسرعه، بس جميله. حمزه اللب كده. تاكل لك بتاع 10 وانت قاعد. 10 ايه بس اكتر بكتير. ده كرتونه. طب ايه اكتر مشروب انت نفسك تبقى؟ اكتر ايه؟ اكتر مشروب لو انت سبانيش لاتيه. سبانيش لاتيه. نفسك تبقى سبانيش لاتيه؟ ده عشان سيسكا؟ ده عشان ما الحلال. لا بجد والله. لا والله بحب قوي والله قوي. وحاجه تانية بس غريبه شويه، صوبيا. الله انا بحب القصب رمضان بالصوبيا. ومش رمضان اي وقت بقى صوبيا دي بشرب اي وقت. جربت تشرب قصب بصوبيا قبل كده؟ لا بصراحه مش فشيخ. لازم هيعجبك جدا. قصب بعد الكوره ده لكن القصب بعد الكوره. لكن قصب وصوبيا دي لا جديده. لا هيعجبك، جربه على ضمانتي. يلا بينا. لو انت جماد تحب تبقى ايه؟ ممكن ساعه وممكن موبايل. ساعه وموبايل. بس ساعه رولكس. ساعه رولكس. غاليه دي. الغالي. والموبايل موبايل ايه؟ موبايل عموما اي حاجه حتى لو زراير عادي. لا بس ليه بقى الموبايل ده دايما الناس مرتبطه بيه قوي في كل حته، فيبقى غالي حتى على الناس. طيب لو انت مش دكتور كنت تحب تبقى ايه؟ كان نفسي العب كوره. لعيب كوره. كان نفسي. تعرف تلعب كوره؟ يعني بيقولوا. امتى اخر مره لعبت كوره؟ من 3 شهور. والله طب كويس. والله انت عارف امتى اخر مره انا لعبت؟ من 3 سنين. من 10 سنين. والله من كتير قوي. بس حلو. لا حلو ان البني ادم يبقى عنده رياضه او هوايه في رياضه معينه بيمارسها في حياته يعني. طبعا. طيب انا هسالك سؤال صعباني شويه. انت بيجي لك العياده ساعات لعيبه من النادي الاهلي وساعات بيجي لك لعيبه من نادي الزمالك صح؟ انا عارف المعلومه دي. انت بقى اهلاوي ولا زملكاوي؟ هو انا اهلاوي. اوكي. بس ده اعتراف من دكتور احمد ان هو اهلاوي. اي لعيب زملكاوي هيروح عنده بلوك. بص اقول لك حاجه، هو الموضوع ده زمان كان اهلاوي بس دلوقتي بقت الموضوع بقى فيه شويه اللي هو ايه، ما هو صاحبي في الزمالك عاوز يجيب جون. انت فاهمني؟ فاللي هو قاعد بتتفرج على الماتش عاوز زي ايوه كصاحبي زي مثلا انت كصاحبي اللي هو ايه عاوز تبقى ناجح. بس فبقت الموضوع بقى ايه، مش انتماء قد ما هو انتماء، وحبيبي نفسي يجيب جون ويتالق ويبقى جامد. طب لو زملكاوي، ما فيش زملكاوي قبل كده جالك العياده وقال لك عارف انك اهلاوي مثلا؟ لا عادي. ما حصلش. ما بتقولش انت حبايبي. لا انا بقول بس هم حبايبي. طيب انا سمعت عندك اشاعه كده يا ابو حميد ان انت بتخاف من الكلاب. ده مش اشاعه، هي حقيقه اصلا. بس انا مش بخاف، انا ما بحبهمش. تحبهمش عشان موضوع النجاسه والحاجات اللي بتتقال دي ولا؟ انا ماليش دعوه بالحاجات دي بصراحه. انا بتكلم فكره ان هم وانا صغير يعني اللي هو فكره ان انا احتكيت بكلب كده ولا ارمك ولا ايه؟ يا كان خدت 21 حوض. لا ما بحبهمش خالص صراحه. تحبش بس انا عارف الناس بتحبهم جدا. الكلاب حلوه جدا وعيلتي يعني غاويين حوار الكلاب وكده، بس انا ماليش في الحوار ده بصراحه. تربيه الكلاب والحاجات دي لا خالص. انا حتى في كلب معين اسمه تيمور بتاع واحد صاحبنا مش هنقول اسمه بدراوي. تيمور تاني مره مصور عنده في الاستوديو. انت بتخاف من تيمور مع ان تيمور ده جولدن يعني، ده قطه اصلا. والله لو كلب بص عارف اللي هو بتاع التاكسي، الكلب اللي هو يبقى يهز راسه كده عارف اللي لو بلاستيك ماليش فيهم. دكتور احمد قول لي على شخص مؤثر في حياتك. امي بجد يعني، امي ثم امي بجد. ربنا يخليها ربنا يخليها يا رب. هي بجد اغلى حد في حياتي. بجد يعني حد ليه فضل عليا لو عشت طول حياتي مش هوفيه. هي بجد معايا، شافت معايا حاجات كتير وحشه قوي، وبجد اكتر حد بيدعمني. عارف اللي هو فكره ان اصلا فكره الام دي حاجه كبيره جدا. طبعا بجد والله العظيم يعني من غيرهم اصلا ولا حاجه. لا اثرت فيها حاجات كتير قوي. ان هي امي اثرت فيها في حاجات كتير قوي في كل المواقف الصعبه.
هي بتيجي بجد على نفسها جدا عشان خاطري، مش كلام مش كلام بس عشان هي ممكن تسمعه، لا هي بجد مفيش حد بالنسبه لي في وجهه نظري كأم عملت مع حد زي ما عملت هي زي ما هي عملته معايا. طبعا كل واحد بيبقى شايف ان امه دي حد يعني مثله الاعلى في الحياه وحد مخلص فعليا جدا. انا لما بزعلها اللي هو بفضل طول اليوم اللي هو ايه طبعا بجد مش ما بنقدرش مش شايف نزعل. قدامي. لا الناس دي ليهم معزه عندنا كبيره يعني. هي السبب في كل حاجه طبعا. ربنا طبعا. يخليها لك هو ويحفظها لك. طبعا ربنا يديله الصحه. دكتور احمد انت شرفتني ونورتني. حبيبي احنا الحلقه خلصت. شرف ليا يا حبيبي. انا مبسوط بوجودك معايا النهارده. وبتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نعمل حلقات تاني مع بعض. الله. والله الموضوع لذيذ يعني. موضوع انا حابه. اي حاجه معاك يا باشا. حبيبي معاك. ربنا يوفقك ويكرمك في حياتك ربنا يخليك. ويوفقنا كلنا. ما تنسوش بقى يعني في اخر الحلقه كده تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. تكبيس. لا تكبيس ده في حته تانية في ابلكيشن تاني. بس احنا حلقتنا خلصت. استنونا ان شاء الله في حلقات جديده وسلام.